في امريكا لو هتختار بين منتجين نتيجة دراستهم، منتج منافسته قليلة وسوق ضعيف 50 مليون في السنة، ومنتج منافسته قوية وسوق قوي مليار جنيه في السنة. انا عن نفسي لو لسه ببتدي او لسه جديد في الدروب شيبينج او جديد في الاي كوميرس عموما، هروح على المنتج اللي هو البسيط. المنتج التاني لو الماركت فاليو بتاعته مليار دولار في السنة، فالتاني 50 مليون، ده يعني 5%. فبالتالي كومبيتيشن رفلي كده، هي طبعا مش بالظبط بس الكومبيتيشن هتبقى ايه 5%. وبالتالي السي بي ام هيبقى ارخص، طبعا مش بالنسبة دي بس ارخص، قول ايه التلتين مثلا. فبالتالي انت هتقدر تتست اكتر، هتتعلم اكتر، هتاخد خبرة اكتر، هتعرف ايه اللي شغال احسن اسرع. هنا في learning curve. هروح على المنتج الاولاني علشان learning curve، مش عشان انا اسيطر بقى على السوق ابقى رقم واحد وكده. هو غالبا طالما السوق صغير انت مش هتعمل منه الارقام الخرافية، بس هتقدر تتعلم فلوس اقل. فاهم؟ شايف المايند سيت عامله ازاي؟ بعد ما تتعلم بقى وتلاقي نفسك بقى جامد قوي خلاص على الماركت ده، ما تنطش من سوق 5% لسوق 100% مره واحده، ليها ستيجز. طيب روح مثلا لسوق تاني ايه 250 مليون، حاجه الكومبيتيشن بتاعتها وسط، خلاص بقى بقيت جامد هنا، انقل بقى على السوق اللي هو الكبير. فاهم؟ وكويس اصلا اللي انت عارف الماركت فاليو وعارف يعني ايه كومبيتيشن والكلام ده. توكل على الله كده وربنا يكرمك.